مراحل تطور علم مصر على مدار 7000 سنة. ده أول علم لمصر اللي وضعه الملك مينا بعد توحيد القطرين، وده علم مصر بعد ما وقعت تحت حكم الرومان، وده علم مصر بعد ما وقعت تحت حكم الإمبراطورية البيزنطية، وبعديها اتفتحت مصر على إيد عمرو بن العاص وأصبحت راية الإسلام هي علم مصر، وبعد كده ده أصبح علم مصر في عهد الدولة الأموية، وبعد كده الدولة العباسية رجعت راية الإسلام من تاني، وبعد كده ده أصبح علم مصر في عهد الدولة الفاطمية، وده علم مصر في عهد الدولة الأيوبية، وده علم مصر في عهد الدولة المملوكية، وبعد كده ده علم مصر في عهد الدولة العثمانية. وفي عهد محمد علي اما غير النجمة السباعية بتاعت الدولة العثمانية وخلاها نجمة خماسية، وفي عهد الخديوي اسماعيل خلاهم 3 أهلة مع 3 نجوم خماسية، وبعد كده في عهد الملك فاروق ده كان علم المملكة المصرية، وبعد انهاء الحكم الملكي اصبح ده علم الجمهورية المصرية، وبعد توحيد مصر وسوريا اصبح ده علم الجمهورية العربية المتحدة، وفي عهد السادات اصبح ده علم مصر واللي كان بيمثل وحدة مصر وسوريا وليبيا، وبعد كده في عهد حسني مبارك كانت اخر مره يتم تغيير فيها العلم علشان يبقى العلم ده علم جمهوريه مصر العربيه. قول لي انت بقى يا صديقي من وجهه نظرك ايه هو افضل علم في دول كان بيعبر عن مصر؟